طلع القرن التاسع عشر ميلاديا قررت إيطاليا بالتوسع والاستعمار. بعد ما شافت بريطانيا وفرنسا مستعمرين متوسعين، قالت ليش إني ما استعمر، أنا دولة عظمى جيزي جيزهم أو مثلي مثلهم. فكان من أوائل الدول اللي كانت تبغى تستعمرها اللي هي ليبيا، ظن منهم أن العرب مثلهم مثل باقي الأمم. ادخل الدخلة الأولى كامل قوتك وعدتك وعتادك، مجنزرات، مدرعات، دبابات، مرتزقة، كل شيء، وفوقها طيارات. أول مرة في تاريخ البشر يقصفون البشر باستخدام الطيارات كانت في الحرب الإيطالية الليبية. طبعا دخلت إيطاليا وأنجن جنونها يوم شافت المقاوم الليبي أو المجاهد الليبي جايهم ناطحهم وهو على خيل ومع بندق، ومع ذلك يوقع فيهم الوقائع وقاتل ضباطهم ومجننهم، ولا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. فتدمر اقتصاد إيطاليا، خسروا ضباطهم وخسروا جنودهم وخسروا آلياتهم. قالوا نبغى نشوف إيش اللي يخلي العرب فرق عن باقي الأمم. اكتشفوا أنها العقيدة. استغربوا من الشيء هذا، قالوا شوفونا ذا الحين من هو اللي على رأس المجاهدين؟ قالوا هذا اللي على رأس المجاهدين واحد اسمه عمر المختار. قالوا طيب عمر المختار هذا نبغى نشوه صورته، سمعته هذه نبغى نشوهها باللي يكون. استخدموا جميع إعلامهم، واستخدموا إعلام أوروبا معهم وإعلام أمريكا والغرب كله. فيوم استعملوا الإعلام لكي يصورونه للناس إنه إرهابي، أبى التاريخ إلا أن يخلد اسمه بشيخ المجاهدين وأسد الصحراء. جو المجاهدين عند عمر المختار من شدة ثقته بالله قالوا لها المدرعات والمجنزرات والجيش اللي قدامنا احنا بنتعامل معهم حوياهم سوا على الأرض، لكن بالنسبة للطيارات هذه كيف نجيبها؟ لا معنا سلاح بيجيبها، وكيف الطريقة فيها؟ قالوا بسألكم الطيارات هذه هي فوق العرش ولا تحت العرش؟ قالوا تحت العرش. قال إن الذي معنا فوق العرش، ثقته بالله. طبعا طاح في الأسر عمر المختار بعد جهاد دام 22 سنة في فاجعة عظمى على العرب والمسلمين. مسكوا عمر المختار وقالوا له استسلم، سلم اللي معك. فقال جملته الخالدة والشهيرة نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. عدموا عمر المختار وصلبوه رحمه الله. فرثى أحمد شوقي عمر المختار في قصيدته المشهورة والرائعة يقول ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء، ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء، جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء، يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء، تلك الصحاري غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء، وقبور موتى من شباب أمية وكهولهم لم يبرحوا أحياء، لو لاذ بالجوزاء منهم معقل دخلوا على أبراجها الجوزاء، فتحوا الشمال سهوله وجباله وتوغلوا فاستعمروا الخضراء، وبنوا حضارتهم فطاول ركنها دار السلام وجلق الشماء، خيرت فاخترت المبيت على الطوى لم تبني جاها أو تلم ثراء، إن البطولة أن تموت من الظما ليس البطولة أن تعب الماء، إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء، والجاهلية من وراء قبورهم يبكون زيد الخيل والفلحاء، في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة وسد الصحراء، لم تبق منه رحى الوقائع عظما تبلى ولم تبق الرماح دماء، كرفات نسر أو بقية ضيغم بات وراء السافيات هباء،
بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك ولم يكن يركب الأجواء، لكن أخو خيل حمى صهواتها وأدار من أعرابها الهيجاء. 90 لو ركبت مناكب شاهق لترجلت هضباته إعياء. حرموا الممات على الصوارم والقنا من كان يعطي الطعنة النجلاء. ذهب الزعيم وأنت باق خالد، فانقد رجالك واختر الزعماء، وأرح شيوخك من تكاليف الوغى، واحمل على فتيانك الأعباء.